السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي بعد تأجيل امتحانات الثانوية العامة وبعد ما أجلها لحد يوم 21 صرح وقال إن هو ده مش قراره وده قرار الدولة، وصرح كمان بشوية تصريحات من أهمها قال إن مفيش داعي للقلق من ناحية الطلاب ومن ناحية أولياء الأمور، لأن هيكون في تأمين كبير جدا من حيث الصحة ومن حيث كمان التأمين خارج اللجان وداخل اللجان ومنع التجمعات. بيقول كمان إن أي طالب مصاب مش هيخش الامتحان وهيتم تأجيل الامتحان ليه بالدرجة الكاملة. كمان بيقول ما تقلقوش وعايز اولياء الامور ما تقلقش، لان الامتحانات والاسئله هنراعي الطلاب فيها، بمعنى اصح مش هيكون فيها اسئله صعبه ومش هيكون فيها اسئله معقده، وهتكون اسئله بسيطه مراعاه للظروف اللي بتمر بيها البلاد واللي بيمر بيها الطلاب من حيث الحاله النفسيه ومن حيث عدم قدرتهم على اكمال المناهج وعدم قدرتهم على الدراسه بشكل جيد، لان طبعا زي ما انتم عارفين ما فيش مدارس وما فيش دروس وما فيش اي حاجه تانية. فوزير التربيه والتعليم بيوعد اولياء الامور وبيقول ان الامتحانات هتكون في مستوى الطالب العادي او مستوى الطالب المتوسط. ده لو دل على شيء ممكن يدل على ان المجاميع هتبقى مرتفعه وبالتالي هيكون في ارتفاع في التنسيقات، لكن ده شيء سابق لاوانه وان شاء الله نبقى نتكلم عنها في ساعتها. كمان اكد وزير التربيه والتعليم وقال ان مفيش تاجيل تاني وما تنتظروش تاجيل تاني، لان التاجيل الاولاني ده كان قرار الدوله فقط، لكن من حيث وزاره التربيه والتعليم فهي لن تتخذ اي قرارات اخرى بتاجيل امتحانات الثانويه العامه. ده كان كل حاجه عندنا في الفيديو ده، وكان كل حاجه عن الثانويه العامه. لو عايز تتابع كل جديد اول باول وتوصل لك التنسيقات والنتائج وكل حاجه اول باول، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كمان ما تنساش تضغط زر اللايك تقديرا ودعما للفيديو والمجهود، ونشوفك في فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.